عنكاوة بالانسايد، حركة لعب جميلة، كيك اوت للاعب رقم 34، لكن هناك ووكينج ترابل فايوليشن على رقم 34 سوز اوميد، والتيرن اوفر، والكرة تعود الحيازة والاستحواذ عند فريق دربندي خان. دربندي خان يلعبها من السايد لاين. اسماء سيروان، الكرة عادت، شاهين تحاول تكسب الخطأ الشخصي. شاهين تكسب الخطأ الشخصي. شاهين حصلت على الخطأ الشخصي والتوجيهات والتعليمات من حسين طلال، الكوتش حسين طلال للاعبة إيلام فتاح. ضيعت الكرة الثانية وانتقال لها، انتقال الكرة يعود لدربندي خان عند ناز هاوار. هاوار تلعبها لصانعة الألعاب جيناز طه. طه لناز، تحاول بدرايف، حركة لعب جميلة، سجل السوزيار. سوزيار مجيد تسجل التو بوينتس، نقطتين جميلة حلوة من سوزياز. الآن كاد عنكاوة والمبادرة الهجومية باللاعبة رقم 7. ريباوند سوزياز مجيد. سوزيار تنتقل، تحصل على خطأ شخصي، جزاء تو شوتس. رميتين لسوزيار، ضيعت الأولى سوزيار. الفارق هو فارق ال10 بوينتس مع بقاء 72 ثانية على نهاية الكوارتر الأول. الفارق 10 بوينتس. ضيعت الرميتين اللاعبة، يجب أن يكون هناك تركيز من سوزيار مجيد. واللونج باص بالكروس أوفر، كيك أوت، تعود لرقم 5 ثلاثية، أخفقت بالتسجيل. عادت مرة ثانية، تحاول بدرايف، نقل كرة بالإنسايد، لكن هناك بيرسونال فاول. سوزيار ضيعت تو شوتس وترتكب البيرسونال فاول، والرميتين ستكون لشاهين فيصل. خمسون ثانية على عمر نهاية الكوارتر الأول. شاهين واحدة من اثنين، النقطة 15 لفريقها، 15-3، الفارق 12 نقطة. أكاد عنكاوة هو من يسيطر على زمام الأمور، هو من يريد أن يحجز بطاقة التأهل. هناك وقت طويل، لكن كرات سهلة يضيعها فريق دربندي خان. يجب أن يركز أكثر، يجب أن يلعب على تدوير الكرة على 24 ثانية. ممكن أن يكون هناك رميات ثلاثية. شاهدت اللاعبات لاعبات دربندي خان في المباريات السابقة في دور المجموعات مميزات برميات الثلاثية، لكن لغاية الآن لم نرى هذا التميز. وهناك 25 ثانية على نهاية الكوارتر الأول، وتتلاعب بالدفاعات هذه اللاعبة رقم 7 إيلام فتاح. كرة ضاعت ولا زالت عند مصلحة فريق نادي أكاد عنكاوة. 34 كيك أوت للاعبة رقم 18. 18 تحاول يلدى فراس،
لكن الآن الكرة تعود. هل سيسجل فريق نادي دربندي خان؟ وهناك كيك بول. هل انتهى الكوارتر الأول أم سيكون هناك كرة من الجانب لمصلحة فريق نادي؟ هل هناك ثانيتين أو ثلاثة على النهاية أم سينهي المباراة عمر سعدي؟ عفوا، نهاية الكوارتر الأول بتقدم فريق نادي أكاد عنكاوة على فريق نادي دربندي خان. دقيقتان راحة وأعود معكم لإكمال أحداث الكوارتر الثاني. لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم من جديد والكوالتر الثاني. لقاء أكاد عنكاوة وفريق نادي دربندي خان. الكوالتر الأول انتهى 15 لفريق أكاد عنكاوة، 3 نقاط لنادي دربندي خان. عادة اللاعبة الطويلة في صفوف نادي دربندي خان للاشتراك، لاعبة طولها 1.86 m، تمتلك فوتورك، بنية جسمانية ممتازة جدا. شكرا للمعلومات من الزميل المعلق رضوان الفتلاوي. وكرة الآن لفريق نادي دربندي خان. يحاول دربندي خان والبول بوزيشن لفريق نادي دربندي خان الأزرق. كرة بعيدة عن السلة، كرة بعيدة لتعود الحيازة والاستحواذ لفريق أكاد عنكاوة. كاوة للاعب رقم 5 تريد إيصال الكرة بالإنسايد، لكن بحركة لعب جميلة سجلت اللاعبة الواضحة بالصورة رقم 7 بصفوف أكاد عنكاوة. إيلان فتاح 2 بوينتس الآن 17 نقطة مقابل 3 بدرايف. تحاول
رقم 25 26 بارين محمود. بطولاتنا النسوية السلوية التي تعتبر ميدانا خاصبا لتطوير اللعبة ونشرها بين الأجيال الصاعدة، فليست مجرد مسابقة رياضية بل مشروع تربوي ثقافي يمنح الفرصة للاعبات لإبراز مواهبهن ويساهم في صقل خبراتهن الميدانية ويعزز أيضا الثقة بالنفس. الرياضة شيء مهم للفتيات الصغيرات والانتماء إلى روح الفريق، كما أنها تعد رافدا أساسيا لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية واستقطاب جيل جديد من المدربات، الحكمات، الكفاءات الإدارية، الأمر الذي يضمن استمرار النهوض بكرة السلة النسوية على كافة المستويات. كرة لدربندي خان المتأخر بفارق 14 نقطة، يحاول باستخدام اللوحة لكن ضاعت، والانطلاقة من إيلام فتاح بحركة لعب غير مسجلة، لكن دربندي خان وقطع كرة. اللاعبة رقم 18 حاولت يلدى فراز لكن لا زالت العملاق الواضح بالصورة روان. يجب العناية بهكذا مواهب. أكاد عنكاوة تدوير كرة، روان تحاول بالإنسايد، روان باستخدام اللوحة تسجل. جود جوب لروان محمد، سجلت النقطتين، النقطة 19 فريق نادي دربندي خان وأكاد عنكاوة والاستاتيكس بالكوارتر الأول. الشكر موصول للجنة الإحصاء بقيادة الأستاذ ياسر والدكتور شاب. إيلام فتاح ضاعفت النتيجة 21-3. أكاد عنكاوة بالفيد جول 4 من 11 بالفترة الأولى، 36% النسبة، 2 من 7 بالثري بوينت بنسبة 28%، 5 من 10 بنسبة 50% على مستوى رميات الحرة، 3 اوفنسيف ريباوند، 9 ديفنسيف ريباوند بالتوتال 12، 3 اسيست، 11 تيرن اوفر، 5 ستيل. اما دربندي خان 1 من 9 بالفيد جول بنسبة 11%، 0 من 4 بالثري بوينت بنسبة 0%، 1 من 4 بالفري ثرو بنسبة 25%، اوفنسيف ريباوند 0، 6 ديفنسيف ريباوند. روان تستخدم اللوحة، نتمنى أن تكون عنا بالدة على اللاعبة روان وما تتعرض لأي إصابة بعد هذا السقوط. نتمنى السلامة للاعبة روان محمد وأن تكون الإصابة طفيفة وتعود لإكمال المباراة. أفضل المسجلين لفريق أكاد عنكاوة بالكوارتر الأول هي اللاعبة رقم 7 إيلان فتاح، سجلت 8 نقاط، شاركت ب10 دقائق، 3 من 4 بالفيد جول بنسبة 75%، 2 من 3 بالثري بوينت بنسبة 66%، لديها ديفنسيف ريباوند 1 و2 تيرن اوفر و1 ستيل. ثاني أفضل مسجلين من فريق أكاد عنكاوة هي اللاعب رقم 34 سوز أوميد. سوز أوميد سجلت 3 نقاط، 1 من 3 بالفيد جول 33%، 0 من 1 بالثري بوينت، بالفري ثرو 1 من 2، و2 اوفنسيف ريباوند بالتوتال 2، 0 ديفنسيف ريباوند. من الجانب الآخر فقط هي نقطتين
سجلت اللاعبة رقم 5 سوزيار مجيد. كرة الآن تعود لدربندي خان، حركة لعب رائعة، كيك اوت عند اللاعبة رقم 10 هونين فاروق، هونين للاعبة رقم 26 دارين محمود. 21-3 هو نقاط المباراة لغاية الآن. 7 دقائق و35 ثانية على نهاية الكوارتر الثاني. كرة من البيس لاين للاعبة رقم 7 اسماء سيروان، كروس باص تصل بالانسايد، تحاول لكن هناك 24 سكندز مخالفة ال 24 ثانية، والتيرن اوفر على دربندي خان. أكاد عنكا ولا زال متفوقا متسيدا قائدا للقاء، يتحكم برتم المباراة عن طريق هذه اللاعبة رقم 7 بثلاثية لعب جميلة تسجل. أكاد عنكاوة، إيلان فتاح الواضحة بالصورة، الكابيتانو تسجل ثلاثية من بعيد وتحاول قطع كرة. دربندي خان يعاني، هل سيكون هناك وقت مستقطع؟ الانطلاق يأتي، اللاعبة رقم 18 بالإنسايد تحاول تخسر الكرة، التيرن اوفر والبيرسونال فاول على اللاعبة رقم 11. لاعبة رقم 11 في صفوف فريق نادي كاد عنكاوة ليتا مفيد ترتكب البيرسونال فاول، والفارق 21 نقطة. 6 دقائق و59 ثانية والحيرة واضحة على المدرب زانا عبد العزيز. زانا هل سيجد الحلول بالنصف الثاني من المباراة أم سيكون الفارق أكبر لفريق نادي كاد عنكاوة؟ اسيست ولا أروع، لكن ضياع مثل هذه الكرات السهلة سيلقي بظلال على نتيجة الفريق لغاية الآن. هو لاقي ظلال، الفريق متأخر بفارق 21 نقطة. مثل هاي الكرات يجب أن لا تضيع. حركة لعب بدرايف بنتريشن، واللاعبة تحاول بالريفيرس لياب. رقم 7 أبرز اللاعبات، الكابتن والقائد إيلان فتاح، الواضحة بالصورة لاعبة كاد عنكاوة القادم من هناك من أربيل من كردستان. 2 شوتس لأكاد عنكاوة. إيلان اللي سجلت الثلاثية الأخيرة لديها 2 شوتس، بالأولى نجحت سجلت، ولديها محاولة ثانية. هل ستسجل اللاعبة الكابيتانو إيلان برمية ثانية؟ جود فوكس، سجلت الثانية 2 من 2. الفارق 23 نقطة. 26-3. دربندي خان يعاني في لقاء اليوم، لقاء النصف نهائي، لقاء حجز البطاقة، والتيرن اوفر والمصائب لا تأتي فرادى. تيرن اوفر آخر ومخالفة أخرى وخسارة كرة أخرى، وزانا الكوتش المدرب يجري التغييرات. هل ستكون اللاعبة رقم 3 لانا عثمان وسوزيار مجيد الحل من أجل العودة؟ والفارق الآن فارق ل 23 نقطة. 6 دقائق و15 ثانية على نهاية الكوارتر الثاني. وأبرز اللاعبات إيلان فتاح تحاول كيك اوت، تصل الكرة بالأوبن شوت، سجلت هذه اللاعبة رقم 12 زينو باختيار تسجل 2 بوينتس وتوسع الفارق إلى 25 بوينتس. 25 نقطة هو الفارق لغاية الآن. 5 دقائق و50 ثانية، والبيرسونال فاول يأتي من فريق أكاد عنكاوة. دربندي خان يضيع الكرات السهلة، ضيع الرميات الحرة. 3 نقاط فقط في سجل التهديفي لغاية الآن، هو سجلها بالكوارتر الأول. الكوارتر الثاني لم يسجل لغاية هذه اللحظة فريق دربندي خان أي نقطة. الكرة عند رقم 7. نعم، المباراة الثانية بالنصف نهائي، أكاد عنكاوة ودربندي خان، و2 شوتس للاعبة أسماء سيروان بالأولى ضيعت رميات عديدة. لنتابع الإحصائيات، إحصائيات الكوارتر الأول.
دربندي خان مسجل 1 من 4، مضيع 3 رميات، ولغاية الآن هو أيضا ضيع رميات سنوافيكم بها مع بداية الكوارتر الثالث، لأن لدينا إحصائيات من لجنة الإحصاء بقيادة الأستاذ ياسر والدكتور لوي والدكتور شاب. كرة كروس باص عند رقم 10 تحاول التسجيل لاعبة الخبرة، لاعبة أكاد عنكاوة سولين جمال، لكن ضيعت. والآن هناك خطأ، الخطأ أعتقد خطأ هجومي. نعم، رقم 10 لاعبة الخبرة ترتكب خطأ هجومي، والبنج البدلاء بدلاء فريق نادي دربندي خان الذين ممكن أن يكونوا الحل بالكوارتر الثالث في الدقائق القادمة. الفارق 25. المباراة هل ستذهب إلى الوان سايد جيم الذي لا يحببه المشاهد والمتابع لمباريات كرة السلة؟ دائما تمتاز بالندية والإثارة والحماس، لكن اليوم شاهدنا مباراة أولى وان سايد جيم لمصلحة فريق نادي غازة الشمال على الصناعات الحربية، والآن المباراة الثانية الغاز في النهائي في الفاينل، ودربندي خان لديه البول بوزيشن بثلاثية. هل ستعيد فريق دربندي خان للأجواء ثلاثية من هذه اللاعبة رقم 12 سايا عمر والتيرن اوفر وحسين طلال. الفارق فارق 21 نقطة، لا زال فارق كبير، لكن ممكن دربندي خان مثل ما نوهت في بداية المباراة، قلت ان الفريق يمتاز برميات الثلاثية البعيدة، لكن اليوم ما شاهدنا فقط رمية واحدة. والكرة الآن لفريق نادي لانا عثمان، نادي دربندي خان. لانا حركة لعب تحاول على السلة، ضيعت لانا ممكن كانت أن ترتكب الخطأ. رياكشن ردة الفعل. الكرة لا زالت عند دربندي خان عند اللاعبة المميزة رقم 7 ضيعت للاعبة الأخرى رقم 7 من فريق نادي دربندي خان. الأزرق ينطلق رقم 5 سوزيار، نقلت كرة تحاول لاعبات نادي دربندي خان فك الشفرات والباوز باص يدرس. أسماء سيروان تعطي كرة على طبق من ذهب للاعبة لانا عثمان اللي وضعتها بالسلة. الآن بدأت المباراة تأخذ منعطفا آخر. 5 نقاط 5-0 ران لمصلحة فريق دربندي خان. هل سيستمر بتسجيل النقاط؟ كرة تصل لنادي دربندي خان، لكن تيرن اوفر مرة أخرى يضيع فريق نادي دربندي خان. كرة بالمتناول، كان ممكن أن تسجل نقطتين وتقلل الفارق. 9 نقاط 5 نقاط سريعة. 5-0 ران لدربندي خان على فريق نادي أكاد عنكاوة. ووكينج سوز أوميد ارتكبت الووكينج. سوزا الواضحة بالصورة ارتكبت الترابل فيوليشن. والكرة الآن لمصلحة دربندي خان. مناولات جميلة من اللاعب رقم 7. مناولة أخرى كانت وهناك بيرسونال فاول. ستقف هذه اللاعبة رقم 12 سايا عمر سيكون لها 2 شوتس. لم يسجل أي سلة أكاد عنكاوة. سجلت الأولى تسجل من سايا عمر، ولديها محاولة ثانية ضاعت. 28-10 6-0 ران لمصلحة دربندي خان على أكاد عنكاوة. كاوة يحاول بثلاثية يضيع لتعود مرة ثانية عند الفريق القادم من السليمانية. ضاعت الكرة باللونج باس أيضا. تيرن اوفر على دربندي خان، والتغيير يشرك اللاعبة رقم 12 زينو باختيار.
ويخرج اللاعب رقم 10 سولين جمال. تغييرات لمصلحة فريق أكاد عنكاوة، أيضا خرجت اللاعب رقم 34 سوز أوميد، واشتركت اللاعب رقم 24 إيم رائد. كرة بثلاثية غير مسجلة، الفارق 18 نقطة، لا زال التفوق لأكاد عنكاوة رغم تسجيل 6 نقاط. لكن ماذا تفعل، ماذا تصنع هذه اللاعبة إيلان فتاح ببنتريشن، تضع كرة باستخدام اللوحة، والتو بوينتس يأتي 30 نقطة مقابل 10. الفارق الآن فارق 20 نقطة، 20 نقطة الفارق، دقيقتين و25 ثانية على نهاية الكوارتر الثاني، النصف الأول من المباراة، سيمي فاينال دوري السيدات 2025. المباراة الأولى غازة الشمال وصل للنهائي، من سيصل للنهائي من هذه المباراة؟ دربندي خان الخاسر بفارق 20 نقطة، أكاد عنكاوة المتفوق. هناك تايم اوت، وقت مستقطع. نعود معكم ودقيقتين و17 ثانية على نهاية الكوارتر الثاني، وتو شاتس للاعب رقم 3 لانا عثمان. عثمان على خط رميات الحظة ولديها رميتين، بالأولى تحاول لانا تسجل، نعم سجلت الأولى لانا. بالكوارتر الثاني فريق دربندي خان مسجل 8 نقاط مقابل 15 نقطة لفريق نادي أكاد عنكاوة. 15-8 نتيجة الكوارتر الثاني، الكوارتر الأول 15-3. والكرة البول بوزيشن، تحاول اللاعب رقم 12 التسجيل، ضيعت زينو باختيار، والآن الانطلاقة تأتي عند رقم 3. جود جاب للانا عثمان تسجل النقطتين، والآن الفارق بدأ يقل، الفارق فارق ل 17 نقطة. دربندي خان الأنصار القليلين المتواجدين في مدرجات القاعة التخصصية، قاعة مركز الموهبة، تشجع تؤازر فريق دربندي خان، لكن أمام من؟ أمام هذه اللاعب التي تتلاعب بدفاعات فريق نادي دربندي خان كيفما تشاء بمشاركة زميلتها اللاعب رقم 18 يلدا فراز. ويسجلون فريق نادي أكاد عنكاوة يسجل نقطة 32 مقابل 13 نقطة. اللاعب الآن رقم 10 تحاول ضيعة الإيزي بوينت والانطلاق من الأميز في المباراة وفي البطولة إيلان فتاح. وهناك بيرسونال فاول على سوزيار مجيد. سوزيار مجيد انطت مناولة جميلة
للاعبة رقم 5 شاهين فيصل. الآن التغييرات، خروج اللاعبة رقم 7 واشتراك رقم 13 أسماء سيروان تخرج وتشترك جيناس طه في صفوف دربندي خان. 2 شوتس لشاهين فيصل تضيع الرمية الأولى. دقيقة و3 ثواني على نهاية الكوارتر الثاني النصف الأول من المباراة. التفوق واضح والسيطرة واضحة لأكاد عنكاوة على المباراة. بالثانية تسجل شاهين، سجلت الرمية الثانية والفارق الآن هو فارق 20 نقطة، وهناك 50 ثانية على نهاية النصف الأول. فارق 20 نقطة، 40 ثانية على نهاية الفترة الثانية. تحاول اللاعبة رقم 12. الله الله الله، زينو تتلاعب بدفاعات دربندي خان لتزيد رصيد فريقها إلى 35 نقطة. وقطع كرة والمناولة تأتي، سيكون هناك تيرن اوفر، نعم، وخطأ شخصي للاعبة رقم 7 أسماء سيروان، تحصل على خطأ شخصي. وهناك تيم فاولز على فريق نادي أكاد عنكاوة. سيكون هناك رميتين على السلة لدربندي خان. 15 ثانية على النهاية. 35-13. 2 شوتس. أسماء سيروان لديها رميتين، بالأولى تسجل أسماء سجلت الأولى. ضيعت الثانية. دربندي خان يضيع رميات العديدة من منطقة الرميات الحرة. يجب أن يركز المدربين على هذه الرميات. ممكن أن يكون الفريق أن يتغلب فريق على آخر بسبب الرميات الحرة. وإلى هنا يا من تشاهد وتتابع شاشة الوطن، انتهى النصف الأول من المباراة بتقدم أكاد عنكاوة ب 35 نقطة مقابل 14 نقطة لدربندي خان. استراحة قصيرة ونعود معكم لإكمال أحداث المباراة.
مو على فتشي مو هذا احمد النساوي ولا بيروح اول ما طلع من قالت طلع باطل ترسال باطل وترجعه هاي قال محمد قالت طلعنا المدربين معودين. يلا وين احمد؟ ابو سعيد الوقت وين راح تقعد يا احمد امان غادر من هسه غادر لا لا
روحك شويه عليها جيش. رضوان ولؤي علقوا. لؤي عمران المباشر. أجدد التحية بكم أينما كنتم يا من تشاهد وتتابع قنوات شبكة الإعلام العراقي، ولقاء اليوم المباراة الثانية في نصف نهائي السيدات بين أكاد عينكاوى ودربندي خان. الإكواتر الثالث انطلق والبول بوزيشن لمصلحة فريق
نادي أكاد عنكاوة الذي يخسر الكرة للفريق الأزرق، فريق دربندي خان بقيادة المدرب زان عبد العزيز، أما فريق أكاد عنكاوة بقيادة الكوتش حسين طلال. درايف رائع لكن ضاعت الكرة ولا زال هناك بول بوزيشن، والكرة ستكون لمصلحة فريق نادي دربندي خان الذي تأخر بالكوالتر الأول 15-3 والكوالتر الثاني 11 نقطة دربندي خان 20 أكاد عنكاوة بالمجمل 35. أكاد عنكاوة 14 نقطة لدربندي خان. بين في فترة الاستراحة شاهدت اللاعبة روان إصابتها غير بالغة، إصابة طفيفة، وستكون حاضرة في المباراة النهائية في حال تأهل فريق نادي أكاد عنكاوة للنهائي. لا زال الفريق متقدما ب 35 مقابل 14. والبول بوزيشن والترافل فيوليشن، هذه اللاعبة دائما ما ترتكب الترافل فيوليشن. اللاعبة رقم 34 سوز أوميد الواضحة بالصورة، سوزا ارتكبت الترافل فيوليشن والواضحة بالصورة. أفضل مسجلين فريق أكاد عنكاوة ب 16 نقطة اللاعبة رقم 7 إيلام فتاح، لعبت 20 دقيقة كاملة، سجلت 16 نقطة، لديها 8 ريباوند، 3 بالاوفنسيف ريباوند، 5 بالديفنسيف ريباوند، 6 من 3 بالفيد جولز بنسبة 46%، 2 من 5 بالثلاث نقاط بنسبة 40%، 2 من 2 بالفري ثرو. أرقام جيدة لإيلان فتاح، 26 عام لإيلان فتاح كابتن فريق نادي أكاد عنكاوة، والواضحة بالصورة اللاعب رقم 34 سوز أوميد. أوميد أضافت ال2 بوينتس لفريقها، ثاني أفضل المسجلين في أكاد عنكاوة ب6 نقاط. اللاعب رقم 12 زينو باختيار ب10 دقائق و19 ثانية لعب وب5 نقاط. اللاعب رقم 18 يلدا فراز، أما ب3 نقاط هي شاهين رقم 5، وأيضا اللاعبة سوز أوميد. أما دربندي خان ب5 نقاط يشترك لاعبتان، لانا عبد الله رقم 3 وأيضا اللاعبة رقم 12 سايا عمر. هونين نجحت بالأولى ولديها محاولة ثانية. هونين 1 من 2 والانطلاق يأتي من فريق أكاد عنكاوة. اللاعب رقم 34 أيضا ارتكبت لترافل فيوليشن، ممكن أن يكون هذا الترافل فيوليشن الخامس على اللاعبة سوز أوميد. من البوينتس بعد التيرن اوفر 24 أكاد عنكاوة بالكوارتر الأول الثاني مرتين. دربندي خان بوينتس ان ذا بينت من منطقة البينت، منطقة الثلاث ثواني، المنطقة المصبوغة 16 نقطة، 8 من 9 بنسبة 42%. أكاد عنكاوة 6 لدربندي خان، 3 من 11 بنسبة 27%. سكند شانس بوينت 9 أكاد عنكاوة، 4 دربندي خان. فاست بريك بوينتس 13 أكاد عنكاوة، 5 دربندي خان. فاست بريك بعد التيرن اوفر 10 نقاط أكاد عنكاوة، نقطة واحدة دربندي خان. بنش بوينتس أكاد عنكاوة 8 نقاط، 0 بوينت من البدلاء لمصلحة دربندي خان. كل الأرقام تشير إلى تفوق فريق أكاد عنكاوة، والطريق ممكن أن يكون معبدا لهذا الفريق من أجل الوصول للفاينل في مباراة يوم غد. والتغيير سيأتي، اللاعبة رقم 12 زينو باختيار تشترك بديلا للاعبة رقم 34 سوز أوميد. أوميد تخرج وتشترك بديلا عنها زينو باختيار. هذا كل ما جاء في إحصائية الكوارتر الأول والثاني الذي انتهى بتقدم أكاد عنكاوة ب 35 نقطة مقابل 14 لدربندي خان. الآن بالأولى نجحت، بالثانية ضيعت لاعبة نادي
دربندي خان 37 16. 21 نقطة الفارق لغاية الآن. دوري السيدات مباراة نصف نهائي على قاعة المركز التخصصي، المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية لكرة السلة. يحتضن دوري السيدات 2025. كرة تصل لمصلحة دربندي خان. باونس باص بالانسايد، تحاول خسرت كرتها، والانطلاقة لأكاد عنكاوة. اللاعب رقم 5 شاهين فيصل تلتقي لتسجل لتضيف النقطة 39 لرصيد فريقها. 39 16. الأمور أعتقد تسير لأكاد عنكاوة. دربندي خان لا زال متأخرا، الفارق 23 نقطة، والثلاثية من بعيد ضائعة وتذهب إلى خارج حدود المستطيل الصلب اللي أبعاده 28 طولا و15 هو عرض هذا الملعب المستطيل الصلب، ملعب كرة السلة. كرة تعود للأبيض. أكاد عنكاوة ثلاثية فاشلة، وعادت مرة ثانية لمصلحة أفضل اللاعبات تسجيلا إيلان فتاح. الكابيتانو تصل للزاوية وتبحث عن الكابيتانو، وهناك ترابل فيوليشن. نعم، هذا ما أشار إليه ضرغام علي الحكم الشاب. هناك ترابل فيوليشن، والتغييرات تأتي. خروج اللاعبة رقم 24 إيمي رائد، ومشاركة ماتيلدا هدير اللاعبة رقم 9 تشترك بخماس التشكيل الفريق الأبيض، فريق نادي أكاد عنكاوة بقيادة الكوتش حسين طلال. الآن يحاول دربندي خان باونس باص بالكيك أوت للاعب رقم 26. رقم 7 تحاول تكسر حاجز ال 16 نقطة. النقطة 18 لفريق نادي دربندي خان. أكاد عنكاوة الآن، والكرة عند رقم 12 ل5 شاهين فيصل. كروس باص عند اللاعب الجارد اللي يحاول باستخدام اللوحة. ثلاثية ولا أروع من البديل. ماتيلدا هدير سجلت ثلاثية باستخدام اللوحة، والنقطة 42 لتعلن استمرار التفوق لمصلحة أكاد عنكاوة. والترافل فيوليشن على دربندي خان، الفارق 24 نقطة. وزانا يطلب الوقت المستقطع. انتهى الوقت المستقطع اللي طلبه الكوتش زانا عبد العزيز مدرب نادي دربندي خان. فريقه متأخر بفارق 24 نقطة، واحنا نلعب باقي 5 دقائق و35 ثانية على نهاية الكوارتر الثالث. كرة عند شاهين فيصل صانعة الألعاب، بوينت جارد
دربندي خان نقل كرة روتيشن تدوير الكرة للاعبة الجارد تحاول بدرايف تحصل على بيرسونال فاول خطأ شخصي. الخطأ مرتكب من لانا عثمان ترتكب البيرسونال فاول والكرة لمصلحة نادي 4 أخطاء. اللاعبة لانا عثمان ترتكب الخطأ الرابع. أخرجها زانا وأشرك بديلا عنها اللاعب رقم 11 ناز هاور. الآن ثلاثية تسجل شاهين فيصل سجلت 3 نقاط. والنقطة 45 لفريق أكاد عنكاو المتفوق بفارق 27 نقطة. لغاية الآن يعاني دربندي خان يعاني أمام أكاد عنكاو الفريق المنظم الفريق الذي يلعب بروحية عالية الفريق الذي يمتلك مفاتيح وأدوات لعب تسعفه من أجل التفوق والوصول للفاينال. لكن هناك دقائق 4 دقائق و46 ثانية على نهاية الكوالتر الثالث وأيضا هناك 10 دقائق على الكوالتر الرابع. بدرايف يحاول وشاهين اللي سجل الثلاثية ترتكب البيرسونال فاول. شاهين الواضحة بالصورة طالبة كلية الصيدلة ترتكب البيرسونال فاول. رميتين لهونين فاروق كرات رميات حرة ضيع فريق نادي دربندي خان بالفترة الأولى والثانية 9 رميات حرة. طوال 20 دقيقة ضيع 11 رمية حرة. عدد كبير أن تضيع 11 رمية حرة وأنت خاسر بنتيجة المباراة من نهاية الكوارتر الأول والثاني. الفارق هو فارق 19 نقطة. كان ممكن لو كان الفريق يعتني برميات الحرة كان ممكن أن ينتهي الكوارتر الثاني بفارق أقل. في مباراة السيدات الرميات الحرة أيضا على مستوى الرجال الرميات الحرة رميات مهمة يتفوق بها الفريق إذا كان يتقنها ويتمرن عليها بشكل جيد. نعود لأحداث المباراة. كاد عنكاوة بالقمصان البيضاء يواجهن فريق نادي دربندي خان بالقمصان الزرقاء. والإدارة والتدوير اللعب على 24 ثانية المتميزة تضيع سلة. إيلان فتاح ضيعت والكرة تعود. اللونج باص يأتي هل ستصل لكن تيرنوفر. اللاعب رقم 9 أدى ثلاثية ماتيلدا هدير. ماتيلدا خسرت كرتها أيضا واللونج باص مرة ثانية هل ستلحق بالكرة اللاعبة رقم 11 ل10 تحاول تسجل ضيعت لكن المتابعة تأتي من هذه اللاعبة الواضحة بالصورة بارين محمود. حسين طلال سيعيد سوز أوميد للتشكيل الخماسي لكن الكرة لا زالت ثلاثية بعيدة المدى لكن أيضا ايربور كرة طائرة من هذه اللاعبة أسماء سيروان. ضيعوا ثلاثية فارق 25 نقطة. التفوق واضح لأكاد عنكاوة. الكرة تعود له من البيس لاين. أخرج يلدا فراز وعاد سوز أوميد للتشكيل الخماسي الكوتش حسين طلال. أيضا خروج أسماء سيروان واشتراك جيناس طه. كرة بالإنسايد مناولة جميلة وإنهاء بشكل ولا أجمل. التمريرة كانت جميلة من اللاعبة شاهين فيصل
وماتيلدا هدير تسجل ال2 بوينتس. الآن دربندي خان يريد تقليل الفارق، لكن بدأ يتسع الفارق بالكوارتر الثالث. هناك 3 دقائق على نهاية هذا الكوارتر. 47 نقطة مقابل 20. كرة بالإنسايد جميلة جدا. تحاول هذه اللاعبة اللي ارتكبت أكثر من 5 مخالفات مشي، سوز أوميد، وهذه صانعة الألعاب شاهين فيصل، لاعبة جيدة، لكن مباراة ستكون صعبة لهذا الفريق أمام غازة الشمال يوم غد. ننتظر النهاية. هناك دقائق ممكن أن يتغير كل شيء في المباراة، لكن معطيات المباراة تشير إلى أن فريق نادي دربندي خان يضيع الكرات السهلة مثل ما نوهنا بالكوارتر الأول والثاني. ضيع 11 رمية حرة، والآن يحاول هذه اللاعبة رمية أي كلام تعود لأكاد عنكاوة. رقم 5 تنطلق. شاهين تنطلق، تحاول جود بول هاندنج، تتلاعب بدفاعات فريق نادي دربندي خان، تموه، تصل الكرة. أفضل مسجلين إيلان فتاح ل9. ماتيلدا تحتسب 2 بوينتس، نقطتين. نعم، أشار الحكم إلى أن اللاعبة كان قدمها على خط ال3 نقاط مثل ما نشاهد بالإعادة، واحتسبت نقطتين. والآن قطع كرة مرة ثانية، تنطلق نفس اللاعبة لتسجل النقطة. 51 نقطة لأكاد عنكاوة مقابل 20 لدربندي خان. وهناك 90 ثانية على نهاية الكوارتر الثالث، الفترة الثالثة، النصف الأول من الشوط الثاني. كرة بعيدة عن السلة. الآن التغيير، اللاعبة رقم 12 تشترك بديلة من اللاعبة رقم 26. 12 سايا عمر بديلة للاعبة بارين محمود في صفوف نادي دربندي خان. لا زالت الحيازة والاستحواذ عند فريق أكاد عنكاوة. يستمر أكاد عنكاوة بالهيمنة على المباراة، سجلت نقطتين، والآن 53-20، والتفوق لا زال لأكاد عنكاوة. 53 مقابل 20. قطع كرة رائع، والانطلاق والمناولة تأتي. هل ستسجل هذه اللاعبة باستخدام اللوحة؟ نعم، لكن لا زال مسلسل التيرن اوفر، مسلسل الترافل فايوليشن يلاحق هذه اللاعبة سوز أوميد. ترتكب تيرن اوفر آخر وتفقد الكرة بدون محاولة على السلة، لتبقى النتيجة 53-20. 40 ثانية لنهاية الكوارتر الثالث، والبول هاندنج باونس باس عند اللاعبة بالانسايد، اللاعب رقم 11 ناز هوار تحصل على 2 شوتس. نازا لديها 2 شوتس. ضاعت الأولى من نازا، ولديها محاولة ثانية، كون الخطأ كان بالداخل منطقة ال3 نقاط. الكرة لم تصل ويجب أن تلعب من الجانب. عادت لأكاد عنكاوة. أكاد يبحث عن اللاعبة بالإنسايد التي ترتكب أيضا للتيرن اوفر. خسارة الكرة بدون محاولة، لكن هذه المرة هي بمخالفة 3 سكندز ل3 ثواني البقاء في منطقة البنت لمدة 3 ثواني. كرة تعود لدربندي خان. 10 ثواني أخيرة على نهاية الكوارتر. كرة تصل للاعبة البديلة، اللاعبة رقم 12 سايا عمر.
5 ثواني أخيرة على عمر الكوارتر الثالث. تحاول من بعيد رمية ثلاثية بالبزر بيت تنهي أحداث الكوارتر الثالث، ولا زال التفوق لأكاد عنكاو ب 53 نقطة مقابل 20 نقطة لدربندي خان. دقيقتان وأعود معكم لإكمال أحداث المباراة، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم من جديد مشاهدي ومتابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي. نصف نهائي دوري السيدات لكرة السلة، أكاد عنكاوة بالملابس البيضاء يواجه دربندي خان بالملابس الزرقاء. الكوارتر الرابع، الكوارتر الأخير للمباراة، ولا زال التفوق لأكاد عنكاوة ب 53 نقطة مقابل 20 نقطة. الكوارترات الثلاثة كانت 15 أكاد عنكاوة، 3 دربندي خان الكوارتر الأول، الكوارتر الثاني 20 أكاد عنكاوة، 11 دربندي خان الكوارتر الثالث، 18 أكاد عنكاوة، 6 دربندي خان، والآن النتيجة 53-20. كوارتر أخير، نصف دقيقة انتهت، لم يسجل أي فريق أي نقطة، ولا زال يلعب بتشكيل خماسي مكون من اللاعبة رقم 12 زينوب اختيار واللاعبة رقم 26. خماسي تشكيل فريق نادي دربندي خان، أشرك لاعبات شابات، اللاعبة رقم 11 ليتا مفيد أيضا لاعبة شابة، ولاعبة الخبرة اللاعبة رقم 10 متواجدة سولين جمال. ولا زالت النتيجة هي 53 مقابل 20. ليتا مفيد تدوير كرة وثلاثية بالأوبن شات، تلف وتطلع وتعود الكرة لمصلحة نادي دربندي خان، والانطلاق يأتي، وهناك
تغيير اشتراك اللاعب رقم 18 يلدا فراز وخروج اللاعبة زينو باختيار من أكاد عنكاوة. دربندي خان وهناك تيرن اوفر، خسارة الكرة على فريق نادي دربندي خان وتعود لأكاد عنكاوة، ولا زالت الأرقام لم تتحرك طوال دقيقة و26 ثانية 36 ثانية لم تتحرك الأرقام. النتيجة مثل ما انتهى الكوارتر الثالث، بداية الكوارتر الرابع هو 53 مقابل 20 نقطة. لانا تعود للتشكيل الخماسي، لانا المرتكبة 4 أخطاء شخصية. لانا عثمان لاعبة نادي دربندي خان لتبقى MVP المباراة لغاية الآن هي اللاعبة رقم 7 إيلام فتاح الكابيتانو، لاعبة أكاد عنكاوة 16 نقطة مسجلة، لديها 10 متابعات بدبل دبل، 4 اوفنسيف ريباوند، 6 ديفنسيف ريباوند، 10 متابعات، 16 نقطة دبل دبل، وهي اللاعبة الوحيدة بالفريقين اللي استطاعت أن تحقق بلس 10 من المتابعات وتسجيل النقاط. كرة تعود، دربندي خان ينطلق، يرتكب الترافل فايوليشن. اعتقد رغم الوقت الكبير لكن دربندي خان يفقد كرات سهلة، يضيع رميات الحظة، وأكاد عنكاوة أيضا هناك جنبول حيازة الكرة، كرة مشتركة بين لاعبتين. سنذهب إلى سهم الحيازة، والحيازة للفريق الأبيض أكاد عنكاوة. أكاد ثاني دوري كرة الطائرة، النادي الذي تأسس في 24 من آب عام 1992. تاريخ كبير، إرث كبير على مستوى الألعاب النسوية لهذا الفريق الأربيلي، فريق من هولير. كرة تعود ثلاثية بالأوبن شوت ما تسجلت، والديفنسيف ريباوند عند اللاعبة لانا رقم 3 لتعود مرة ثانية. لا زالت الحيازة والاستحواذ، تعود للانا، لانا تحاول تحصل على الترافل فيوليشن. التيرن اوفر على فريق نادي دربندي خان بالكوارترات الثلاثة هو 33، وايضا اكاد عنكاوة عليه 30 تيرن اوفر. 11 اسيست لاكاد عنكاوة، 3 اسيستات لفريق نادي دربندي خان، 19 ستيل لاكاد عنكاوة، 9 ستيل لفريق نادي دربندي خان. على مستوى الفيد جول بالكوارترات الثلاثة 20 من 50 لأكاد عنكاوة بنسبة 40%، 5 من 8 بالثري بوينتس بنسبة 27%، 8 من 14 برميات الحرة بنسبة 57%، 14 اوفنسيف ريباوند، 32 ديفنسيف ريباوند، والتوتال 46 ريباوند. اما نادي دربندي خان عنده 6 من 34 بالفيد جول، 7 بنسبة 17%، 1 من 12 بالثري بوينت بنسبة 8%، 7 من 24 بالفري ثرو بنسبة 29%، 7 اوفنسيف ريباوند، 17 ديفنسيف ريباوند، بالتوتال 24 ريباوند. بما ان المباراة وان سايد جيم ممكن ان نستفاد من الاحصائيات. بوينتس فور تيرن اوفر 33 اكاد عنكاوة، 6 دربندي خان. بوينتس ان ذا بنت من منطقة الرميات الحرة، داخل منطقة الرميات الحرة 26
نقطة 13 من 28 بنسبة 46%. أكاد عينكاوة 10 نقاط 5 من 19 لدربندي خان بنسبة 26%. سكند شانس بوينت، تسجيل النقاط من المحاولة الثانية 9 نقاط لأكاد عينكاوة 6 دربندي خان. فاست بريك بوينتس من الفاست بريك 19 نقطة أكاد عينكاوة 6 دربندي خان. فاست بريك بوينتس فروم تيرن اوفر من التيرن اوفر 16 أكاد عينكاوة نقطة دربندي خان. بنش بوينتس 19 نقطة أكاد عينكاوة 3 دربندي خان. هذا ما يخص الإحصائيات الستاتكس للمباراة. الأرقام لا زالت 53 22 وتدوير الكرة وهناك 24 سكندز مخالفة ال 24 الثانية على نادي دربندي خان لتعود الحيازة والاستحواذ. خسارة الكرة والآن دربندي خان 6 دقائق و5 ثوان على نهاية المباراة. أكاد عينكاوة قريب جدا من الوصول للفاينال، الوصول للمباراة النهائية بمواجهة غازي الشمال. هل سيستطيع نادي أكاد عينكاوة أن يكون ندا قويا لفريق نادي غازي الشمال المستعد؟ استعداد تام لدوري السيدات وللحفاظ على اللقب الثالث على التوالي. نقيب الدوري العراقي هو لا زال بنجمتين، ينتظر النجمة الثالثة ليكون نقيب دوري السيدات لكرة السلة. كرة لا زالت المباراة والتسجيل يأتي من زينو باختيار. باختيار تسجل النقطة 55 لمصلحة فريقها، والكرة لا زالت عند فريق نادي دربندي خان. 55 نقطة مقابل 22 نقطة. كرة تعود للاعبة الخبرة اللاعبة رقم 10 سولين جمال خسرت كرتها لتعود لنادي دربندي خان، والأمور تسير لهذا الفريق بالملابس البيضاء أمام حسرة المدرب المساعد ليزانا. المدرب المساعد هو شوان محمد، مدرب اللياقة أيضا يعمل مدرب لياقة ومدرب مساعد ليزانا. الكروس باص، كرة عند اللاعبة رقم 5 سوزيار مجيد، لكن عادت لسوزيار. سوزيار تحاول باستخدام البورد اللوحة المربع، نجحت، سجلت النقطة 24 لتعود لنادي أكاد عينكاوة. عينكاوة لا زال يمتاز بالسرعة ونقل الكرة. رقم 18 ضيعت لتعود مرة ثانية. يلدا فراز أضاعت المحاولة وارتكبت الخطأ الشخصي. هذا هو رياكشن ردة الفعل عندما ترتكب الخطأ الشخصي أمام أنظار المدرب حسين طلال الذي لا زال يشجع لاعباته من أجل تحقيق فوز مهم، الوصول للمباراة النهائية. هل سيخطف اللقب فريق نادي أكاد عينكاوة من غازي الشمال أم سيحتفظ باللقب بالمرة الثالثة على التوالي فريق نادي غازي الشمال؟ اللاعبة لانا عثمان سجلت النقطتين وتعود الكرة لمصلحة فريق أكاد عينكاوة. أكاد يحاول كرة بالإنسايد للاعبة رقم 18 اللاعبة يلدا فراز ضيعت، ولا زال يحاول فريق أكاد عينكاوة يصر على التسجيل، والوقت يمضي على الفريق الأزرق. والباونس باص عند اللاعبة رقم 26. ممكن أن يكون العامل النفسي أيضا مؤثر جدا، يعني تشاهد سلات سهلة جدا يضيعها فريق نادي دربندي خان وارتكاب التيرن اوفر. بارين ببيصنا الفاول، جزاء رميتين على السلة. اللاعبة رقم 9 ماتيلدا هدير، ماتيلدا لديها رميتين على السلة و55 نقطة في رصيد فريقها، ممكن أن يصبح 56. نعم، نادرا ما أشاهد لاعبة تسجل 2 من 2، يعني دائما ما تسجل 1 من 2. هذا الشيء لاحظته في أكثر من مباراة في دوري السيدات لهذا الموسم. الآن هناك
خطأ شخصي. ماتيلدا اللي سجلت واحدة من اثنين الآن ترتكب خطأ شخصي، والكرة ستلعب من السايد بول. أسماء سيروان لناز هوار، والثلاثية من اللاعبة رقم 13 غير مسجلة جيناز طه. جيناز ضيعت، واللاستاتش على ناز هوار باللاستاتش. كرة خرجت خارج حدود الملعب لتعود لمصلحة فريق نادي أكاد عنكاوة المتفوق. الفارق الآن فارق ل 30 نقطة، 56-26، 3 دقائق و30 ثانية على النهاية. الأبيض أكاد عنكاوة هو الأقرب للوصول للمباراة النهائية ليلتحق بغازة الشمال. سيكون أيضا هناك لقاء لتحديد المركز الثالث عند الساعة 2 ظهرا بين نادي الصناعات الحربية والخاسر من مباراة اليوم. يلدا تسجل. أيضا يلدا واحدة من اثنين، لكن المتابعة لا زالت عند أكاد عنكاوة. انقطعت لفريق نادي دربن ديخان. انطلاقة سريعة تحاول جيناز طه تنقل كرة بالإنسايد عند ناز هوار تحاول إيصال كرة لزميله، لكن تيرنوفر، والكرة أيضا تيرنوفر على فريق نادي أكاد عنكاوة. الوقت المستقطع انتهى لطلبة زانا عبد العزيز لفريقه، خاسر بفارق 30 نقطة. واحد 31 نقطة الفارق، و3 دقائق 5 ثوان على نهاية المباراة. من السايد لاين كرة لدربن ديخان تصل إلى ناز هوار. ناز تحاول بدرايف بدون أي مضايقة دفاعية. ضاعت بارين محمود. سلة سهلة، نتمنى أن لا تكون هناك إصابات. خلاص الجيم انحسم. لانا عثمان تطلب من الكوتش زانا التغيير. يشرك هونين فاروق. هونين اللي اشتركت بالتشكيل الخماسي تعود لخماسي التشكيل. كرة بنتريشن ضاعت من ناز هاوار، واللونج باص سيطرت عليها اللاعبة رقم 13
لاعبة فريق نادي دربندي خان جيناز طه. جيناز لا زالت الكرة لكن التيرن اوفر عند اللاعب رقم 10 سولين جمال. سولين تلعب كرة ما تسجل، واللاعب رقم 11 كان من الممكن ان تسجل نقطتين سهلة لكن اختارت الخروج بالكرة الى منطقة الثلاث نقاط وعادت، والواضحة بالصورة سولين جمال لاعبة فريق نادي اكاد عينكاوى، الفريق الابيض القادم من هولير من اربيل من كردستان. تحاول اللاعبة بدرايف كيك اوت رقم 14 مريم بهاء الى 11 ليتا مفيد، لكن هناك 24 فايوليشن مخالفة وقت الهجمة بدون ان يحاول الفريق على السلة. 57-26 ودربندي خان لديه المبادرة والمحاولة. كرة بالإنسايد عند اللاعبة رقم 10 هونين فاروق، ضيعت الكرة لتعود عند 26 بارين محمود. بارين سجلت النقطتين، نعم النقطة ل 28 دقيقة و50 ثانية على النهاية. خلاص الأمور حسمت، و11 تحاول ممتازة بالإيد الشمال ليتا مفيد، سجلت نقطتين والنقطة 59. ويحاول الآن دربندي خان لكن كانت تطالب بخطأ، لكن الحكم الدكتور عمر سعدي كان قريب، والتيرن اوفر على اللاعبة بارين محمود. بارين ارتكبت التيرن اوفر والكرة ستكون من البيس لاين من سولين جمال. سولين ستلعب الكرة إلى زميلتها اللاعبة رقم 11 ليتا مفيد. ليتا تنطلق، ليتا اللي سجلت النقطتين الأخيرة تحاول جود بول هاندك، تقطع السلة، تستخدم اللوحة، ضيعت. ليتا تضيع النقطتين ولتعود لفريق نادي دربندي خان. ممتازة المناولة والتمريرة والنقطتين، النقطة 30 الفارق 29 وهناك دقيقة و10 ثواني على النهاية. كرة تعود عند فريق نادي دربندي خان، حركة درايف تحصل على خطأ شخصي. سيكون هناك تتويج يوم غد، مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية الساعة 4. مباراة تحديد المركز الثالث ستكون عند الساعة 2 والمركز الرابع عند الساعة 4. الدور النسوي الذي اشترك به 11 فريقا، شاهدنا فرق من البصرة والعمارة والسماوة أيضا، ممكن أن تكون اللاعبات استقطابهن من محافظات أخرى، لكن المهم أن تشترك أسماء المحافظات ليكون حافز للاعبات الصغيرات بالاشتراك في هذه اللعبة وعودة الروح للعبة كرة السلة من جديد. كرة ومحاولة على السلة كان ممكن أن تسجل لكن ضاعت، لتعود مرة ثانية للاعبة رقم 13 جيناز طه، ومحاولة بدرايف من بارين محمود ضاعت، والانطلاق وهناك نعم حمل كرة. حمل كرة على يلدا فراس، الطبطبة الغير شرعية. أعتقد كان من الممكن إشراك هؤلاء اللاعبات الصغيرات من قبل المدرب زانا عبد العزيز وقت أطول. رقم 2 كانيكاوا، رقم 4 هيستا جبار، خلاص 40 ثانية على النهاية، وكرة لفريق نادي دربندي خان. هناك 2 شوتس
لونا عمر لديها محاولتين على السلة، رميتين بالأولى لونا اللي اشتركت قبل ثواني قليلة. نجحت لونا بتسجيل النقطة الثانية أمام ابتسامة المدرب والكادر التدريبي اللي خلاص يجب أن ينسى الخسارة اليوم ويستعد للمباراة يوم غد أمام الصناعات الحربية. مباراة تحديد المركز الثالث عند الساعة 2 ستقام في نفس هذه القاعة. من سيحقق المركز الثالث الصناعات الحربية ودربندي خان، واللقاء الثاني لقاء النهائي سيكون بين هذا الفريق الأبيض اللي ينجح بالتسجيل عن طريق مريم بهاء سيواجه خصما عنيد جدا هو نادي غازة الشمال. حلوة هالحركة، موف رائع لكن بدون تسجيل، والانطلاقة تأتي. الكرة لا زالت في حدود الملعب لدربندي خان. هجمة أخيرة 10 ثوان 10 سكندز على نهاية المباراة. لا أعرف، ممكن لديه حسابات المدرب زانا عبد العزيز. طلب التايم اوت، وقت مستقطع لفريق نادي دربندي خان. 32 دربندي خان 61 أكاد عنكاوة. 8 ثواني على النهاية ودربندي خان يطلب الوقت المستقطع. انتهى الوقت المستقطع اللي طلبه الكوتش زانا عبد العزيز مدرب فريق دربندي خان، وستلعب الكرة من الحد الجانبي. وهل سيكون هناك تكتيك معين من أجل التسجيل؟ 32 61 فريق نادي دربندي خان يرمي ثلاثية غير مسجلة، وهناك ثواني أخيرة وبدرايف يفشل بالتسجيل. وإلى هنا يا من تشاهد وتتابع قنوات شبكة الإعلام العراقي، أكاد عنكاوة يتفوق ويفوز على فريق دربندي خان ب 61 نقطة مقابل 32. مبارك لأكاد عنكاوة، هارد لك لفريق نادي دربندي خان. تقبلوا تحياتي، أنا خالد عاشور، على أمل أن ألتقيكم في مناسبات قادمة. إلى اللقاء. هاي اخويا تبعها